السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في مملكة سام. وزي ما اتفقنا، أنت دخلت المملكة بمزاجك هتخرج منها بمزاجك. بس قبل ما تخرج من المملكة ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واضح إن احنا الفترة دي هنبقى في حيرة ما بين اتنين، ما بين إمام عاشور ومحمد صلاح. واضح إن احنا هنبقى في حيرة، نتفرج على ليفربول ولا نتفرج على ميتلاند، نشجع ليفربول ولا نشجع ميتلاند. الفكره كلها ان الاسبوع ده تألق لاثنين لاعيبه مصريين. محمد صلاح مع ليفربول احرز هدف ضد ايفرتون، وامام عاشور في اول مشاركه ليه مع فريقه ميتلاند بيسجل هدف في سبورتنج لشبونه. فخر للعرب وفخر للمصريين وجود اثنين لاعيبه مصريين في دوريات عالميه. بصراحه والله يا جماعه انا فرحان جدا. لو في ماتش ليفربول وميتلاند في وقت واحد هتفرج على ده ولا اتفرج على ده؟ بصراحه حيرتونا معاكم يا رجاله والله العظيم. انتوا الاتنين حلوين، انتوا الاتنين جمال. ربنا يكرمكم وتفضلوا على المسيره اللي انتوا فيها. وانت يا امام عاشور اوعى دماغك تطوعك ولا دماغك توزك على اي حاجه تاني. اوعى تفكر ترجع، انت خلاص خدت طريقك وهتفضل فيها امام عاشور. احلى تحيه لاجمل اتنين محترفين، امام عاشور ومحمد صلاح اللي مشرفينا، وباذن الله يفضلوا مشرفينا. وبالذات امام عاشور. محمد صلاح قطع شوط كبير في الاحتراف، امام عاشور في اول خطوه ليه بنقول له ربنا يكرمك ان شاء الله وتستمر على اللي انت فيها امام. واحلى تحيه ليكم. وزي ما قلت لك، انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك. بس ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.